كيبدا الفيلم بواحد البنت روسيه سميتها انيا. يلا فقت من الناس كيوصلها فيديو من عند صحاباتها كيدوزوا الرحله ديالهم في المغرب، وكيقولوا ليها بلي عجبتهم بزاف البلاصه فين كاينين وما كرهوش كون كانت معاهم. انيا قالت لهم اكيد المره الجايه غنكون معاكم. ناضت كدير رياضه شويه، صونات ليها صاحبتها قالت لها واش شفتي الاخبار؟ قالت لها لا. علاش كتهضري؟ انيا خدمات التلفازه لقات مقدمه الاخبار كتقول بلي زوج بنات تقتلوا في جبال المغرب، والمجرمين مصورين لهم فيديو كيتعدوا عليهم وكيفاش قتلوهم بطريقه وحشيه، وبلي هاد المجرمين ارهابيين. انيا بقاو فيها صحاباتها بزاف وبقات كتبكي، وقررت انها غادي تنتقم ليهم حيت هي خدامه مع المخابرات الروسيه وكتقتل الرجال اللي كيتعداو على البنات وكيبيعوا ويشريو في الانسان. من بعد مشات لعند واحد صاحبتها، قالت لها صاحبتها واش متاكده من هاد الشيء اللي راكي باغا ديري؟ قالت لها انيا 100%. عطاتها تليفون قالت لها اتصل بواحد الرقم وهما غيقولوا ليها اشنو غدير بالضبط. فغادي تمشي وغيوصلها ميساج بلي خاصها تمشي لواحد المبنى رئيسي. دخلت لذاك المبنى لقات تماك واحد الراجل ولكن وجهه كاع ما كيبان، وعطاها واحد الصاك فيها هويه مزوره والباسبور وعقرب بقات هزاه في يديها ومشات. في ميامي كان فريق المخابرات كيراقبوا في واحد المجرم كينشر في الفيديو اللي تقتلوا فيه البنات. شويه دخلت عليه انيا قتلاته وهربات. شافها الضابط ريتشارد وامر البوليس يشدوها، ولكن انيا قدرت تهرب منهم وركبات في قارب وما قدروش يعرفوا حتى شكون هي حيت كانت لابسه الخوذه. في نفس الوقت كان واحد اليوتيوبر مشهور سميتو فانس كيلعب الجولف مع مدير اعماله جاك، كيهضروا على الارباح اللي وصلوا هاد الشهر. اتصل بيه واحد سميتو حكيم اللي مكلف ليه بالسوشيال ميديا، قال ليه باللي كاينه واحد الحفله وخاصو يجي يحضر ليها. فانس قال له اكيد غادي نجي. مدير اعماله جاب له واحد زوج بنات تعرف عليهم وعرض عليهم الحفله. انيا وصلت للمغرب ووصلها ميساج على الحفله اللي غيكون فيها فانس. مشات للحفله كتقلب على فانس، شويه غيبان ليها مع وحده من البنات اللي عرض عليهم داخلين لواحد البيت. وقف عليها واحد من الحراس قال ليها تقول الباسورد ديالها، ضرباته وضربات حتى الحارس الثاني وهربات. فانس تعدى على البنت اللي كانت معاه حيت هو مريض وعزيز عليه يتعدى على البنات. فانس كان كيسجل اغنيه ملي اتصل به حكيم وطلب منه فانس حارس اللي غيبقى يكون معاه فين ما مشى. انيا مشات لعند حكيم حيت خدام في نفس الوقت مرشد سياحي، قالت ليه بلي هي استاذه وجات سياحه وبغات تعرف على المنطقه. قال لها بلي جات لعند الشخص المناسب. شويه سمعت واحد الوليد كيغوت، قالت الحكيم بلي راها راجعه. دخلت لداخل لقات زوج رجال كيتحرشوا بنت صغيره وخوها الصغير بقى كيغوت، فقتلاتهم ورجعت لعند حكيم باش يبداو الرحله ديال. وصلوا لواحد الغابه، سولات حكيم علاش هاد الناس كيشوفوا فيا بهاد الطريقه، اكيد انا ماشي اول وحده زعرا كيشوفوها. قال لها باللي راهم تقتلوا زوج بنات بطريقه وحشيه وصوروا ليهم فيديو والناس هنا باقيين مصدومين. قالت ليه باللي بغات تشوف ديك البلاصه اللي تقتلوا فيها. الضابط ريتشارد والفريق اللي معاه كيتناقشوا حول الجرائم اللي قامت بهم انيا مازال ما تحلوا، وباللي كاع الرجال اللي زارتهم ماتوا. وواحد الفتره كانت مشات لافغانستان وكانت دايره راسها طبيبه وماتوا تماك شي رجال مسمومين، ودابا هي في المغرب مع حاكم واكيد غادي يتقتلوا. البوليس كيحققوا في الجريمه اللي قامت بها انيا في المقهى. الوليد الصغير قال للمحققه سميره باللي البنت الزهراء هي اللي قتلاتهم وباللي اعتقات ليه اختهم. انيا وحكيم وصلوا للبلاصه اللي سقتلوا فيها البنات. انيا غير شافت تصاورهم بقات كتبكي. وصلتها رساله باللي بوليس المغرب عرفوا فين كاينه وخاصها تمشي من تم. ردت عليهم انيا قربت نسالي ورمات التليفون في الماء. في نفس الوقت وصلت رساله الحكيم باللي انيا قتلات زوج رجال في المقهى. حكيم غادي يهرب وغتبقى تابعه. فانس كان كيهضر مع الحارس ديالو وقال له علاش كتنفذ اوامر حكيم بلا حتى شي نقاش. قال ليه راه شاد عليا شي فيديوهات كيهددني بهم وحتى انت كان يصيفط لك البنات وكيصور لك فيديوهات. فانس تعصب ما عجبوش الحال. قال ليه الحارس شوف اللي يمسح لي فيديوهات وانا غنهنيك من حكيم.
سميرة وزميلها وصلوا للغابة ولقاو التليفون اللي رمات انيا. حكيم قدر يهرب من انيا ووصل للدار، سونا الفانس قال ليه باش يساعدو. دخلت عليه انيا، حطات ليه الموس على عنقه وبقات كتهدد فيه. سميرة وزميلها وصلوا لعندهم، ولكن حارس فانس قتل زمير سميرة وضرب حتى سميرة وغيبات. دخل عند حكيم وانيا، بقى كيتضارب هو وانيا حتى غيبات، ووصلوا ميساج بلي تمسحوا كاع لي فيديوهات. فقتل حكيم، جات موراه سليمة ضربته للراس، ضربها غيبها. فقت انيا، بقاو كيتضاربوا تاني. هاد المره قدرات انيا تقتلو وضرباتها سميرة للراس. ملي فاقت لقات راسها مربوطه مع الكرسي. قالت ليها سميرة قتلتي 5 ديال الاشخاص في ظرف 12 ساعه، علاش؟ قالت ليها انيا هذه غير البدايه، وهذا الجزاء اللي كيتعداو على البنات، واغلبيه ديال البنات ما كيبلغوش بالجريمه حيت كتكون فضيحه بالنسبه لهم، وباللي كاع القوانين اللي كاينه في العالم كتحمي غير الرجال. سميرة بقات غير ساكته. وصلت عليهم الطوموبيل ديال البوليس. انيا قدرت تفك راسها وشدات سليمة، قالت ليها الا بغات تنضم للمنظمه. وغيبات سميرة. هربت انيا، تبعها الضابط ريتشارد ووقفات على السور. قال ليها بلي راه عارف بلي صحاباتها تقتلوا، وحتى من الفيديوهات صيفطوهم للعائلات ديالهم، ولكن ما غيخليهاش تزيد تقتل شي حد اخر. ما تسوقاتش ليه وانقذات. المحقق كروز كان كيحقق مع سميرة. في وسط التحقيق غمز ليها وقال ليها بلي انتي كتقولي بلي الحارس هو اللي قتل حكيم، وحكيم هو اللي قتل 2 رجال اللي كانوا في المقهى. سميرة فهماتو وبقات غير كتقول على اي حاجه قالها، والضابط ريتشارد واقف حداهم. ملي سالاو، سميرة سولات المحقق علاش كتساعد انيا، واش باغي يجريو عليك او لا تدخل الحبس؟ قال ليها حيت هي ملهمه، وواخا هادشي اللي كدير ما مزيانش، ولكن راها كدير تغيير مزيان في العالم. من بعد غادي تبان سميرة جالسه في اوطيل، وكان دايز من حداها فانس. عيطات ليه، قالت ليه باللي سميتها سميرة. قال ليها ما توقعتش نتلاقى مع امراه زوينه بحالك. بقاو كيهضروا شويه. قالت ليه سميرة يلا نطلعوا للبيت. شويه تسمع صوت الرصاص وفانس غارق في الدم وحداها عقرب. هنا غيبان باللي سميرة انضمت للمنظمه، وحتى هي ولات كتقتل المجرمين والمغتصبين.